قولي لي بقى امتى ابتدى شغفك بالعمل الإعلامي المرتبط بالرياضة؟ هو بدأ من إن أنا كنت بالعب كورة أصلًا، بس كان الموضوع بالنسبة لي هواية شوية، وإن أنا كنت كبيرة في السن على لعب الكورة، لأن الكورة المفروض تبقى من بدري أوي، اهم. بس أنا اكتشفت إن أنا عايزة ألعب كورة في وقت متأخر، كنت مثلًا عندي 15 سنة مثلًا أو إمم. بعدها. هو المفروض لعب الكورة بيبدأ من الطفولة آه، خالص للولاد المفروض تكون والبنات؟ من بدري جدًا. إمم. لكن أنا باشجّع كورة من زمان بسبب البيت، أخويا إمم. مشجّع للكورة بشكل مُبالغ فيه، فاضطريت إن أنا أقعد قدّام التلفزيون ألاقي دايمًا ماتشات، فالموضوع وصل معايا إن أنا عايزة ألعب كورة، آه. لكن بعد كده حسّيت إن هو الموضوع مش ما لوش لازمة أوي إن أنا باضيّع وقت، لإن مش هاوصل لحاجة بلعب الكورة في سِن كبير يعني. ف فقُلت إن أنا بادرس حاجة كنت بادرس أنا خريجة تربية English آه. فكنت بادرس اللغة الإنجليزية، إزاي أكتب، إمم. فقُلت أنا ليه ما أكتبش في الحاجة اللي أنا باحبها، أنا already باتعلم الكتابة، إمم. فأكتب في الكورة، إمم. فحاولت أربط بين الاتنين يعني أعمل mix ف فحصل إن أنا بدأت أكتب في الكورة